السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرة جديدة، وهي ان احنا لو حابين نعمل قعدة وظهر او شلتتين من حاجة موجودة عندنا في البيت، نقدر نعملها ازاي؟ هنا في جبنا اي حاجة قديمة عندنا قطن تنفع ان احنا نمسك بيها الفايبر اللي احنا هنعمله، او السفنج، او لو قطن برضو ده كله هينفع. النهارده معانا ايه ممكن نعيد تدويره؟ معانا ملايه قديمه ما بقيناش نستخدمها، ومعانا الفل اللي قدامكم ده. طبعا زي ما اتفقنا ان ممكن الحشو ده يكون اي حاجه انت حابه تضيفيها، حتى ممكن الحشو ده كمان يكون قماش قديم، مثلا قصاقيس او فل مقطع، اي حاجه انت حابه تعملي منها شلته تستخدميها للارض او لكنبه او ديكك او الحاجات دي. اول حاجه هنا عملنا البطانه الداخليه اللي هي بتبقى قطن، اي حاجه قطن قديمه عندك ممكن تعمليها بحيث ان انت تمسكي بيها الجسم الداخلي اللي انت هتعمليه، ايا كان هو ايه الحاجه الداخليه اللي انت هتحشيها دي. بنبتدي ان احنا نمسكه بيه، ده بيحافظ عليه وبيحافظ على ثباته، ان هو يبقى على نفس الوضعية اللي انت هتقفليه بيها دي في الكيس. الكيس بتاخد طول الوقت ايه شكل الكيس، بحيث ان احنا الكيس الخارجي اللي احنا نعمله يبقى بينقفل وينفتح، بحيث ان احنا نقدر نغسله بكل سهولة ونتعامل معاه. هنا ده طبعا ما بيتغسلش، ده بيبقى ثابت طبعا على الشلته زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى ابتدينا خدنا الملايه قصيناها على حسب كل شلته. انا هنا بصراحه ما قدرتش اصورها لكم، لاني انا هنا ابتديت ان انا افرد كل جزء على كل فايبر من على الفل نفسه، وابتديت اقص بقى عليها. هنا بعمل مرد ان هي تدخل منه وتخرج، وفي نفس الوقت يبقى مقفول. ابتديت اقفل الجزء بتاع الملايه، حاولت ان انا اقص الملايه ان يطلع التصميم قريب من بعضه، لان الاتنين كانوا هيستخدموا في حاجه واحده، وده برضو جزء مهم ان احنا ناخد بالنا منه. هنا الملاية كان فيها كنار اللي هو قطيفة شوية كده، فانا حبيت ان انا التصميم يطلع الشلتتين هيبقوا في مكان واحد على كنبة واحدة كده، هيبقى في ظهر وقاعدة. فحبيت ان التصميم يطلع الاتنين مدين شكل واحد، فابتديت ان انا اقص على هذا الاساس، ان انا اخلي الرسمة القطيفة اللي موجودة في الملاية موجودة في الظهر وموجودة في القاعدة، وفي نفس الوقت ان الكيس اللي انا عاملاه ده اقدر اشيله اغسله. وبقى جزء من الفل من الفايبر الفل اللي كان موجود عندي، عملته جزء مربع كده ولزقته في بعضه. بتلزقيه بايه؟ برضو بلزقه بحاجه اسمها كله. الكله دي بتجيبها من عند اي حد برضو بتاع التنجيد والحاجات دي، بيستخدموها للزق، وبتاع العربيات برضو بيستخدموها بيلزقوا بيها حاجات وكده. بالنسبة للرسمة بقى، فاحنا هنا طبعا بنستغل الجزء اللي موجود في الخداديات بتاع الملاية، بيبقى عليها الخداديتين رسمة، وبيبقى على الملاية رسمة. عشان هتقولي مثلا طب انت قدرتي ازاي تجيبي الرسمتين؟ بنفك طبعا الخداديات ونبتدي ان احنا نستغلها في جزء منها، ونستغل الجزء اللي موجود في الملاية، والباقي طبعا بيكون السادة اللي احنا بنقفل منه الشغل، بحيث ان احنا نكون استغلينا الرسمة كاملة اللي موجودة في الملاية، وفي نفس الوقت طلعنا فينش كويس. ان احنا مثلا لو ده جزء ظهر وقاعدة يطلعوا زي بعض، سواء على الارض سواء على كنبة، زي ما هتشوفوا معايا كده النتيجة. ودي النتيجة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى تكون عجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.